هو ساعات ناس بتطلب الواحد يعمل الموضوع ده، انا طبعا ما بحبذوش. فانا اعتقد ان دوت مش في مصلحه المريض. لا. دكتور احمد، لو مريضه تواصلت مع حضرتك باي شكل من بره مصر وقالت لك انا عاوزه اجي على السحب على طول، هو ساعات ناس بتطلب الواحد يعمل الموضوع ده، انا طبعا ما بحبذوش، لان زي ما اتفقنا اللي هو التحضير للعمليه اهم من العمليه نفسها. بس في ناس ساعات ظروفها يعني بتحكم كده ان مفيش حل، هي مش تقدر تيجي، هي مرتبطه بشغل او حاجه، فكل هتيجي يومين ثلاثه، فساعات بنضطر نعمل كده، فنضطر بقى نتابع معاها اونلاين، يعني تعمل اشعاعات وتعمل تحاليل وتعمل متابعات ونطلبها منها. بس طبعا بالنسبه لي ده ما بيبقاش اريح حاجه، لان ممكن في اخطاء تحصل وما نكونش مسؤول عنها. صعب جدا ان انا اخد قرار على سونار حد زميل تاني اللي عمله، حتى لو الزميل ده افضل مني، طبعا. ولكن هو شاف السونار في وقت معين بطريقه معينه، يمكن لو انا شفته هحتاج تعديل للعلاج بشكل معين. فانا اعتقد ان دوت مش في مصلحه المريض. لا، مش في مصلحه المريض. طبعا زي ما حضرتك بتقول في ناس بيبقوا ظروفهم صعبه شويه، هي الاجازه بالظبط اسبوع او 5 ايام، وده بنشوفه كتير جدا. بس احنا يعني بقدر الامكان بنحاول نوصل لحل وسط، يعني نحاول نقلل مده اقامتها على قد ما نقدر، بالظبط. لكن مش لدرجه ان احنا نضيع البرنامج بتاعنا يعني.